طيب يلا يا وليه امشي بسرعه، امشي بسرعه جد هيفوت. والله الجلابيه ايه ابو ابوك امشي بسرعه، دي سرعه دي. طب ولما الدكتور يفوت وانت داخل تذاكر كده عليه. خش يا ست، خش اقعد، خش. ما تمشيش، ما تخلينيش من اولها. اقعد يلا. يا رب ما نتاخر يا رب على العيال يا رب. داخل سخن. زي العسل يا مان. المدفعي مظبوط كده؟ طب نفسي مظبوط؟ مظبوط. الكاميرا فين؟ الكاميرا هنا. مشاهدينا الاعزاء، نحن الان في منتصف قطار الحياه، حيث نستعد للمحطات القادمه. ايه ده؟ محطات قادمه؟ انا لسه ما وصلتش اصلا. الخروجه. سريع يا مان. ايوه يا فندم. دكتورة الزبدة الدكتورة سعيدة أسعد سعدان. أنا مستعجلة. طيب بص أنا عندي كام حاجة كده مسؤولة على الآخر. طيب مش هتأخر. ايه القطر ده؟ بقى محامية كبيرة زيي ولها اسم كبير، تركب قطر زي ده؟ يلا المواصلة والسلام. معلش يا مريم معلش. تعال على نفسك بس. يا على كمية الشغل والأوامر اللي عندي، الواحد مش عارف يلحق على إيه ولا على إيه، بس مش مشكلة. أنا أهم حاجة عندي إن الشهرة وإنك تتحكم في مصير الناس. يلا يا ولاد يلا بسرعة خلينا ندخل، عايزة أشوف اللايف هيحصل فيه إيه. شكرا لك. يا رب يسوع كمل معانا ودخلنا خير وسلام، خلينا نوصل المحطة بتاعتنا. حلوة يا شيرين. ايوه حاجه ساعه بيبس، حاجه ساعه بيبس. كمسل. يلا يا جماعه انا مشروبات سخنه وساقعه وانا بسكوت لب بسكوت لب بسكوت لب. عايز ايه؟ ايوه يلا يا حبيبتي كملي انا معاكي. وبجد الراجل قال لها كده قدام الناس؟ يا استاذه انا بس يعني عايز افهم، هو انت قاعده على الفيسبوك ولا بتكلمي صاحبتك؟ انا استنى بس شويه. ايوه يا حبيبتي كملي وبعدين لازم تحكي لي القصه كلها. يا استاذه انا بس بسال يعني. يوه وانا كمان بس انت جاي تبيع ولا جاي تراقبني؟ وبعدين هو انا ما ينفعش اعمل حاجتين في نفس الوقت؟ يعني ما ينفعش اكلم صاحبتي واقعد على الفيسبوك واشوف اللي داخل واللي طالع. ايوه يا حبيبتي كملي. طب يعني يا استاذه حضرتك ناوي تشتري ولا لا؟ لا هو بس مالها الست دي؟ على قلبها فلوس ودهب قد كده. يا ستي ربنا يزيدها. المهم حضرتك ناوي تشتري؟ بصراحه لا. تمام. بس استنى تعالى هنا. نعم. بقالك كتير هنا، يعني هنسافر في كل الرحلات وتمر عليك مواقف مش طبيعيه، بتشوف ناس مش طبيعيه قدامك. احكي لي، انا بحب المواقف دي قوي. لا ده انت باين عليكي كده حكايه. انا برضو اللي حكايه، بس تعرف ان انا لو احتجت اعمل برنامج اسمه ناس القطر انت هتبقى موجود معايا. ايوه يا حبيبتي انا معاكي كملي. طيب حضرتك يا استاذه معانا حاجات حلوه جدا هتعجبك. ما باكلش ماما عاملة طيب. تمام. طيب حضرتك يا استاذه معانا ميه ممكن نعمل عليها. استاذه برضو مش شايفني؟ ده انا 10 سنين طب. استاذه ايه بس؟ معلش يا دكتوره انا اتعب على النظر. المهم ده معانا حاجات ممكن تساعدك في الاكل. لا مش عايزه، ما عنديش وقت. الواحد مش عارف يشرب حاجه ولا ياخد نفسه حتى. طب بس كنت صغير كده. لا ماشي تمام. طب
حضراتكم يا جماعه يعني معانا حاجات حلوه بتاع البوفيه ببلاش يعني هو خد بتاع البوفيه حلو خد ببلاش خد حاجة ببلاش لا كده. حضرتك احنا بنبيع الحاجات دي هنا في الارض بتدفع عليها فلوس بس يعني لو حضرتك مش معاك فلوس يعني خليها عليا المره دي مش مشكله خالص معاك قرنبيط بصراحه مش عندنا هنا في الارض للاسف بس عندنا مشاريب وحاجات حلوه كده لا مش لازم دلوقتي لا مش هيشترينا يا ابني خلاص خد انا عارفه. يعني ميه لا مش عايز كده معلش روح شوف غيري ماشي تمام لا ايه اللي بتقول عليها دي؟ انا جايه القطر ده علشان اسيب المكان وعشان انا محاميه مشهوره حاجات مستفهه والفضل اللي بتقول عليها دي امشي اطلع بره. ما هو حضرتك المحامين بيحبوا يعني حاجه تسليهم كده في القعده انا ما باخدش الحاجات الفاهمه اللي انت بتقول عليها ده مش ممكن الكلام ده. ماشي تمام تحبس في القطر ده يعني. دفعته خلاص. كان لازم كل الشنط دي يعني اللي نجيبها معانا كان لازم كل الشنط دي نجيبها معانا ايه لازمتها الشنط؟ لازم طبعا مش حاجتنا. لازم طبعا مش حديد ده انت بنتعب في المواصلات ما نروحش مره كده في خفافي بدون لو حاجتنا لازم ناخد حرام عليك يا شيخه تعبتيني على طول تزعق ونرفض على طول. مش وضع بتاعك ده يا ابو العيال على طول متضايق على طول. شنط رايحين العاده ايه ده؟ التذكرة دي رقم 7 ولا 8؟ دي 7. هي مكانه هو. 7 يعني انا المفروض قاعدة جنب الشباك. يعني المفروض ان انا قاعدة جنب مكان الاستاذ. هو انا كنت متوقع ان يا يبقى مكانه. استاذ ايوه حضرتك ده مكاني. انا معايا رقم 8 قصدي رقم 7. انا المفروض قاعدة هنا. ازاي حضرتك انت بتقولي الكلام ده؟ رقم 7 ورقم 8 ورقم 9 ده كرسي وده كرسي مراد واحنا حاجزين وبعدين جابوه وانا مش هسيب ولا تقعد واحده. لا ما ينفعش الكلام ده. حضرتك ده مكاني وانا معايا تذكرة بتقول كده. يا سلام تذكرتي اللي معاك انت ده انا متاكد من تذكرتي هو انا جايبك معايا في الكور ما تيجي رد على الولاد رد عليها عايزه تاخد الكرسي بتاع دول ينفع الكلام ده؟ نعم تقولي ايه؟ عايزه تاخدي مكان جوزها ليه انت؟ ايه هو ده؟ انا مش عايزه اخد مكان حد. انا بدور على مكاني. انا مكاني جنب الشباك يعني مكان حضرتك. يا ماما ما ينفعش يا حضرتك لازم ده مكان ومكان جوزي لازم نقعد جنب بعض. حضرتك انا بتكلم في منتهى الذوق. الراجل الصعيدي ده من ساعة ما ركب القطر ده مكان وهو عامل قلق في القطر. حضرتك انت ليه صوتك عالي؟ مين انت حضرتك؟ انا الدكتورة سعيدة سعيدة تعلي صوتك. ماشي؟ سعيدة احنا سعيدة معناها احنا مالنا بسعادتك انت؟ انت سعيدة على نفسك انا ومالك دي مشكلة بتاع كل سنة ومراتي حضرتك الست بتقول لك ان رقم التذكرة رقم 7. هو انا قلت انت ليه رافض تبص في المشكلة؟ يمكن حضرتك يا غلط. ستي انا متأكد من المشكلة دي انتوا اللي اخترعتوها انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ ليه؟ مش كلام عصبيه. ما تيجي خايفة من العيال كلام عصبيه طويله شويه هي بس كده. حضرتك افهم الموضوع في الاول قبل ما تزعق لها. حضرتك انا متأكد انك غلطان. اتمنى ان انت تحل المشكلة. انا مش هتحرك من المكان ده لو سمحت اقعدي مكاني هي نفسها مشوار هروح ازاي؟ ايه يا جماعة؟ ايه انت التاني؟ ادينا مش مستاهله يا ست الله يخليك اقعدي مكانك ما تعصبيش اقعدي مكانك انا ماشي حلو ولا لا؟ روح على الاسهل واضح كده ان حضرتك محتاجني. انا معايا مناديل ممكن تروق على اعصابك وتشيل العرق ده. وحضرتك يا ست هانم معانا ميه كمان تدل ليه؟ يا جماعه العصبيه مش يا عم مناديل ايه وبتاع ايه؟ انا عندي مشكله بحلها مشكله التذكره وب7 و8 وانا جنب مراتي عايزين يبقوا من جنب يا استاذي بالراحه انت يا بالراحه انت
ده يرضيك يا اخي. وانا هقول لك على حاجه، الغضب لا يصنع بر الله، اهدى كده. خد شويه ميه دي، انا عايز انت عايز مش عايز. شكرا يا سيدي، شكرا. اصل كله بيقول لك الكرسي بتاعي. انا بحاول اساعدك. عايز ايه انا؟ عايز ايه؟ يا جماعه يا جماعه ايه شويه مش كده. القانون بيقول ايه؟ القانون لو حتى اللي دخل فيه القانون، حتى الكرسي اللي انا ضغط دخل فيها القانون. كل حاجه لازم تبقى قانوني، في اي مكان لازم تبقى قانوني. كل يمشي في الاوراق. ازاي حضرتك ازاي؟ لو واحده معاها تذكره معينه وفيها رقم معين يبقى ده من حقها، يبقى هي دلوقتي من حقها الكرسي ده. ما اعرفش، انا قاعد جنب مراتي ومش هفهم. لا هي من حقها. ما اعرفش. لا انت خلاص على كده. عايز صراحة مرتب حلو وما تكونش قاعد جنب مراتي ومش هفهم. الهدوء انا شايف ان احنا ممكن نحكم هنا، واللي مش عارفه يتفضل. مين حضرتك انت؟ انت مش عارف مين حضرتك؟ يا شباب مش عارف مين انت؟ مش شايف اللبس اللي انا لابسه؟ مش ايه لسه يعني انا حضرة القاضي، اكبر قاضي، وبتحكم في لسان الناس. ايه يعني هتعمل ايه يعني في يعني؟ يعني هحبسك. تحبسيني؟ هحبسك. ده انا صاحب ايه؟ اتفضل، انا مش عايزه ازعاج. اوعى تحبسيني. اقعد مكانك. انا عايز ازاي؟ اتفضل اقعد مكانك. انا صاحب ايه؟ يا جماعة الأمور دي دايما بتكبر الحدود الصغيرة. ده مجرد كرسي هتقعد عليه شوية، وبعد كده كل واحد ينزل المحطة بتاعته. بس الكلمة اللي بتوجع ممكن تبقى معاك قدامك العمر كله. بصوا نفسكم، ده مستعجل وده متعصب وده شايل هموم الدنيا. بس تعرفوا كلنا راكبين نفس البط، ماشيين في نفس السكة، بس كل واحد شايف الدنيا من الشباك اللي جنبه. ياه، أخيرا المشكلة اتحلت والواحد هيرتاح من الصداع ده. بس تعرفوا حضرتك لو كانوا سابوني كنت زمان حكمت ما بينهم بالعدل، إنما كده واحد مظلوم والتاني تاخد مكانه. مش مشكلة حضرتك، احنا هنا مش في محكمة، المهم الكل بسلام. عندك حق. تعبة ماما في حاجه غلط. التذكره دي تقريبا احنا قعدنا في مكان غلط. الكرسي ده بتاع الست اللي احنا قعدنا فيها في الاول. معلش ابو معتذر لنا، معلش ابو معتذر لنا. لو سمحتي انا كنت بس جاي عشان اعتذر لك. انا فكرت ان الكرسي ده بتاع حضرتك، فمعلش انا اسف. اتفضل قوم اقعد على كرسي. حصل خير يا استاذ، مفيش مشكله. انا يمكن كنت ساعتها متعصبه وكنت شايفه الامور وجهه نظري انا بس. ايوه معلش انا اسف. يمكن فعلا لو خدنا الامور بهدوء شويه وقعدنا نفكر في الموضوع كويس وبصيت فعلا في التذكره بجد ما كانش حصل الخناقه دي. انا بجد انا اسف. معاك حق فعلا، لما نتكلم ونسمع بعض بتكون الامور اوضح. المهم ان احنا اتعلمنا ان محدش يحكم على حاجه غير لما يسمع التاني الاول. فعلا كلامك صح، وانا بتعلم من الموقف دوت. وكل ما يا ريت نتعلم ان لما يكون في مشكله صغيره ما ناخدش الامور كده بالصوت العالي ونعلم صوتنا على بعضينا لا، لازم ناخد الامور ببساطه. مشكله صغيره نقدر نحلها، نسامح بعض، ندي مساحه لبعض ان احنا نسمع بعضينا. وعشان كده انا هرجع لورا واقول لك انا اسف كمان مره. اتفضل اقعد على كرسي. حصل خير يا فندم، اتفضل اقعد جنب مراتك وانا هقعد جنب المحاميه الفاضله دي. شكرا. شكرا كل ذوق. شكرا. ياه، الحمد لله أخيرا المشكلة اتحلت. خلي الواحد يعرف يركز ويشوف المحطة الجاية. أحسن محطة فوقنا، خلينا دايما كده مركزين. لسه قاعد. ذكرى
نبدأ التذاكر يا فندم. تذاكر لو سمحتم. تذاكر. تذاكر لو سمحت يا أستاذ. أستاذ تذاكر لو سمحت. انت بتستعجل على ايه؟ لسه الطريق طويله في الجبل. ماشي حضرتك لازم تكتب التذكرة عشان تعدي المحطة اللي بعدها. انت مش شايفني عنك نايم اهو باخد له بيلوله وانا مش عندي باخد مصاريف الشهر وفلوس البيع بقول لك تعالى لنا بعد شويه. التذكرة مهمة يا فندم ولازم تتختم عشان تعدي. معلش نروح تعالى لنا بعد شويه. قاعدة ترجع مع مين انت وانا نايم؟ معلش سلام منك دقيقة. نام. معلش سلام دقيقة. حل تنام انت بس. أعزائي المشاهدين، نحن الآن على وشك الوصول. حضرتك أنا بعمل بروفة التذكرة لو للحلقة سمحت يا فندم عشان تتختم عشان تنزل المحطة اللي بعدها. تذكرة إيه دلوقتي؟ أنا بعمل بروفة عشان الحلقة اللي هعملها الجاية. يا فندم التذكرة مهمة ولازم تتختم. مش مهم دي مش مهمة، روح وتعالى لي بعدين. تذكرتك لو سمحت يا فندم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه دلوقتي؟ مش شايفني مشغوله وعندي اوراق قضيه مهمه. سيبني دلوقتي. ما هو ده برضه مهم، التذكرة مهمة لازم تتختم عشان تعدي المحطة اللي بعديها يا فندم. لا انا مش فاضيالك، انا مشغوله دلوقتي وعندي اهم حاجات اهم من كده. يلا سيبني دلوقتي. ماشي يا فندم، شكرا يا فندم. كلهم مفلسين. مش فاضيلك دلوقتي، روح وتعالى بعدين. مش شايفني مشغولة في أبحاثي وعياداتي وعيانيني اللي ما بيخلصوش. ماشي حضرتك، مع برضه ده شغل والتذكرة مهمة لازم تتختم عشان تنزلي المحطة اللي جاية. شكل محدش بيضع تذاكر روح فيه. وتعالى بعدين. مش فاضيلك دلوقتي. حاضر يا دكتور. والله أنت محترم يا مينا. التذكرة لو سمحتي. عندك التذكرة عشان تعدي المحطة اللي بعديها. شكرا. شكرا يا فندم. سيادة القاضي تذكرتك لو سمحتي. تذكرة؟ هو أنت مش عارف أنا مين؟ مش كل الناس محتاجة تذكرة علشان تكمل الرحلة، أنا بقول الحاجات دي بكتير. ماشي يا فندم، احنا بنعمل شغلنا برضه محتاج التذكرة عشان تمضيها عشان تعدي المحطة اللي بعديها. أنت مش بتعمل شغلك، لو بتعمل شغلك صح ما تجيش تسأل واحد زيي يا حضرة القاضي. سيادة القاضي انا بعمل شغلي ولازم تمضي التذكرة عشان تعدي المحطة اللي بعديها. وأنا بقول لك مش مهم. حاضر يا فندم. تذكرة لو سمحتي. يا نهار أبيض، ثانية واحدة بس. أيوة يا حبيبتي كملي. يا فندم تذكرتك لو سمحت عشان اختم التذكرة بتاع حضرتك عشان تنزل المحطة اللي بعديها. يوه، ثانية واحدة بس يا حبيبتي، في واحد واقف فوق راسي. تذكرة لو سمحتي، التذكرة. ايه يا استاذ، مش شايفني مشغولة دلوقتي، أنا لسه بركز في اللايف اللي قدامي. حضرتك ما هذا شغل برضه، يعني ركزي في اللايف وادينا التذكرة عشان نمضيها. مش هيحصل حاجة، التذكرة ممكن نختمها بعدين. ماشي بس التذكرة مهمة لازم تتختم عشان تعدي المحطة اللي بعدها. ماشي، ما هو القطر برضه مش هيروح في حتة، عادي يعني ممكن نرجع تاني. شكرا. نعم يا فندم، نعم. هو حضرتك سألت الناس كلها على التذكرة، سألنا أنا ليه؟ ما أنا قلت أنت زيهم برضه ارجع لي وتعالى بعدين ومعيش تذكرة وما شغال وشايل لي باسكت فيه شوية حاجات. لا يا فندم التذكرة موجودة. ماشي يا فندم، شكرا خالص. أنا قلت لك واحد كده أنا راكب القطر ده بس. أنا ريان برضه بس ليه معايا. ماشي يا فندم، شكرا خالص يا فندم، اتفضل. ولا واحد دفع الحكومة ولا دفع تذكرة. يا مش قاطعين تذاكر كلهم. أصعب حاجة القاضي ده. لا المحامي. إن شاء الله هترضي. يلا يا وليه امشي بسرعة.
عشان نلحق دفتر 26. طب يا اخويا نستعجل على طول، استنى لما نشوف اللي مستنينا بس. طب هم بسرعه يلا هم. تذاكر حضرتك اتفضل اهو. تذاكرك مش ممضية يا فندم، وحضرتك مش هينفع تعدي الفترة اللي بعديها. يعني ايه حضرتك التذاكر مش مكتوب؟ يعني ايه الكلام ده؟ التذاكر مش مكتوبة يا فندم، مش هينفع ان انت اركن على جنب. لا ما ينفعش الكلام ده حضرتك، ما ينفعش. اركن على جنب لو يا سمحت. عم ما ينفعش الكلام ده. اسمك اركن على جنب عشان يشوف غيرك. يلا يا ست اركن على جنب لما يشوفك ركع مع الناس كده. انت مش فاهم حلك زعل. التذكرة موجودة هي مش مكتوبة بس أنا دافعة ثمنها. ماشي حضرتك مش مختومة، مش هينفع تعدي المحطة اللي بعديها يا فندم. أنا دافعة ثمنها. ماشي يا فندم، حتى لو دفع ثمنها بس هي مش مختومة مش هينفع تعدي المحطة اللي بعديها. معلش يا فندم لو سمحت اركني على جنب. اركني على جنب لو سمحتي. تذكرتك يا فندم لو سمحت. طبعا اتفضل. شكلك شاطر وانا بحب الناس اللي بتشوف شغلها. انا بعمل شغلي وبراعي ضميري في شغلي. تذكرتك مش مختومة، اركني على جنب. يعني ايه مش مفهوم؟ حضرتك التذكرة مش مختومة حضرتك، مش هينفع تعدي المحطة اللي بعديها. انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ انا اكبر محاميه في البلد، يعني ما ينفعش تقولي تذكرتك مش مختومه. حضرتك محامية في شغلك، أنا بعمل شغلي وأنت تعملي شغلك، لازم تذكرتك تبقى مختومة. أنت هنا في محطتي. لا انت شكلك كده مش عارف تشوف شغلك. عارف انا ممكن بقضيه صغيره مني قد كده يا اوديك فندم ورشه. اعملي اللي أنت عايزاه، اركني اللي على جنب لو سمحت، خدي تذكرتك معاكي. لا ما ينفعش الكلام ده، ايه ده غلطان. احنا كنا كده. تذكرتك لو سمحتي. يا أخيرا لقينا تذكرة مختومة. اتفضلي سعادتك، هتعدي المحطة اللي بعديها. شاطر يا شريف. تذكرتك سعادة القاضي. هو أنا محتاج تذكرة علشان أدخل؟ أنت شايف إن أنا قاضي وكبير وبحكم على الناس، عايز بقى تحكمني زي أي حد تاني؟ حضرتك تحكم على الناس ده في شغلك في المحكمة، لكن هنا أنت في محكمتي، هنا في محطتي. بقول لك بحكم على الناس، أدخله في قراراتكم، مش أنت تقول لي ما تدخلش؟ يا فندم تذكرتك مش مختومة، مش هينفع تعدي المحطة اللي بعديها. إزاي يعني إيه تذكرة مش مكتوبة؟ بقول لك بقدر أحكم في سر الناس. انت تحكمي في سر الناس ده في شغلك يا فندم، لكن تذكرتك مش مختومة مش هينفع تعدي المحطة اللي بعديها. أنت مش شايف شغلك، أنت على فكرة أنا ممكن أوديك ورا عين الشمس، أوديك صغيرة كده. ماشي يا أنت فندم. مش عارف تتكلم ليه؟ سعادة القاضي بعد إذنك اركني على جنب لو سمحتي. استحالة أكيد في حاجة غلط في الموضوع. بعد إذنك يا سيادة القاضي اركني على جنب لو سمحتي. عندي مستعجله لازم الحق المحطه. سعد لو سمحتي يا دكتورة. حضرتك اتفضل. يا دكتورة التذكرة بتاع حضرتك مش مختومة، مش هينفع تعدي المحطة اللي بعديها. تذكرة ايه يا فندم؟ انت ليه مكبر الموضوع؟ انت مش عارف انا مين؟ يا حضرة الدكتورة التذكرة لازم تكون مختومة عشان تعدي المحطة اللي بعديها، لكن تذكرتك مش مختومة هتقف مع الناس دي على جنب لو سمحت يا دكتور. حضرتك في حاجة غلط، أنا أكبر دكتورة جراحة وباطنة، يعني أنا مش محتاجة التذكرة دي عشان أدخل الموضوع. يا دكتورة انت ليكي شغلك وانا بعمل شغل برضه، انت هنا في محطتي يا دكتورة والمفروض تذكرتك تبقى مختومة عشان تعدي المحطة اللي بعدها، كده لو سمحت. أكيد في حاجة غلط. تذكرتك لو سمحت اركني اللي على جنب لو سمحتي بلايفاتك وبابا غنوجي. لو سمحتي انت شوفي اللايف براحتك وانا بعمل شغل، تذكرتك مش مختومة يا فندم. يعني ايه اتفضلي. مش مفهومة؟ انا عارفه السكه كلها وسامعه وشايفه كل حاجه حواليا، يعني ايه مش مفهومه؟ مش فاهمه غيري يدخل وانا بدخلش. حضرتك تذكرتك مش مختومة مش هينفع تعدي المحطة اللي بعدها. اكيد في حاجه غلط، انت مش عارف. اركني لو سمحت يا فندم، اركني لو سمحت. تذكرتك لو سمحت. اتفضل يا فندم. يا تذكرة ثانية مختومة من ضمن الناس كلها، اتفضل سعادتك عدي المحطة اللي بعديها، اتفضل يا فندم. حضراتكم استنوا، ده بياع يعني حته بياع وشغال في القطر، بس ده قلب نظيف، ده قلب نظيف وقلب ابيض، معاه تذكره مختومه من حق نوم. البياع يدخل واحنا لا ده مش عارف. ماشي ده بياع بس معاه تذكره مختومه، ده بيسعى على شغل ولاده تعيشه بس تذكرته مختومه. يا حضرتك
ساعات نيابه القاضي مش هينفع ان حضرتك تكلميني بالطريقه دي. هو ده يعني ما ينفعش. مش هينفع حضرتك، انا ده بياع ولازم يعدي طالما انت الصف مختوم. بنختم القلوب الصافيه بس، القلوب النظيفه، القلوب الصافيه والنظيفه. كنت فاكرة إن الشنط والأغراض اللي إحنا شايلينها دي هي اللي هتضمن لنا المكان، بس في الآخر اكتشفنا إن كل ده يدخل علينا من غير لازمة. وانا برضو يا ريتني فكرت في الرحله نفسها قبل ما افكر في الشنط والاغراض اللي باخدها معايا دايما. وانا فعلا كنت شايفه ان مظهري وشكلي وازاي اطلع قدام الناس وابقى عامله زي الكلام اللي بقوله، كل ده كان كل اهتماماتي. وانا كمان كان كل همي اسمي وشكلي، واني محاميه كبيره وليا اسم كبير في البلد، ولازم اكسب كل القضايا طبعا المترافق فيها. انا كنت فاكره ان الحياه شغل وبس، كنت فاكره ان الحياه كلها اسم ازاي اعمله طول سنين. لكن دلوقتي مع اللي حصل ده دلوقتي والتجربه اللي احنا شايفينها بقى كل حاجه ملهاش لازمه. شغلي دلوقتي ملوش لازمه من غيرك يا رب. انا اسفه وسامحني يا رب. أنا برضو كنت فاكرة أهم حاجة شكلي قدام الناس، لكن نسيت إن أهم حاجة أنا كمان كنت فاكرة إن أهم حاجة شكلي قدام الناس، وإن أكون قاضي كبير بيحكم وبيكسب القواضي، لكن نسيت إن في قاضي أعلى مني بيحكم عليا أنا كمان. أنا بحكم هنا على الأرض، لكن هو بيحكم في السماء، وأحكامه بتكون أصح وأعدل بكتير من أحكامي. لا يا جماعة، محدش يتكلم عن غرور النفس، دي كانت أكبر جزء مني. دايما بهتم إن الناس تقول الدكتورة راحت الدكتورة جت، دايما بهتم باسمي ولقبي. نسيت إن في طبيب عظيم بلمسة منه واحدة بس يقدر يشفي أي مرض. أنا بس كنت جنبه مجرد وظيفة، كل الشفاء اللي كان بيحصل من خلاله هو مش مني. كلنا كنا في قدر الحياة، لكن ما كناش كلنا مساعدين. السنة الجديدة دي ممكن تبقى فرصة جديدة نبدأها مع ربنا، فرصة جديدة حقيقية. حضرتك يا أستاذ كان معاك حق، احنا غلطنا كتير قوي، بس قول لنا دلوقتي ايه اللي هيحصل معانا؟ احنا في أي محطة؟ وهل لينا فرصة تانية؟ انتم هنا في محطة التهلكة، اللي معاه تذكرة مختومة هو اللي هيعدي السنة الجديدة. اللي ما معهوش تذكرة مختومة هيفضل من هنا تهلك روحه. قطر الحياة يعني سنة بسنة بسنة. ايه ده الملاك ده ولا ايه؟ ازاي يا رب تذكرهم مش مختومة، ما ينفعش يدخلوا. انا ختمت قدامي يموت على الصليب عشان اديهم واحميهم حتى لو غلطوا فيا. انا اله الفرصة الثانية. ابن الانسان لم ياتي ليهلك بل يخلص النفوس. ياه، فرصة تاني يا رب بعد كل اللي عملناه. ايوه مكتوب، لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به تكون له الحياه الابديه. انا بحبكم علشان كده بقول لك يا كمثري افتح الباب. حاضر يا رب، انت اللي بتقود الرحله وانت اللي معاك المفتاح. نعم يا رب. تعالوا قوموا انسوا الماضي، ابدأ صفحه جديده. توبوا، اللي هيتوب هيكون له مكان معي، وانا اكون لهم الها وهم يكون لي شعبا. فعلا يا رب، انت اله المحبه، انت اله الفرصه الثانيه. اشكرك يا رب على الفرصه الثانيه اللي اديتها لنا. انا فعلا ما كانش هاممني اي حاجه في الحياه غير اسمي وشكلي وقضاياي، وكل ما في الحياه ما كانش يفرق معايا اي حاجه خالص يا رب. كنت دايما حاطاك انت في المكانه الثانيه، لكن دلوقتي يا رب ومن خلال التجربه دي انا لازم احطك انت اول حد في حياتي.
شكرا لك يا رب على الفرصه الثانيه واللي اكيد مش هضيعها ابدا. يا العدل اللي كنت بدور عليه طول حياتي، اللي كنت فيك انت يا رب. العدل اللي مش بيجي بالاحكام لكن بيجي بالرحمه. سامحني يا رب. انا اللي كنت فاكر نفسي دكتوره كبيره، لكن انت الطبيب الحقيقي اللي بتشفي الارواح قبل الاجساد. سامحني يا رب. وانا كمان كنت مفكره ان انشغالي في بيتي واولادي هو اللي كنت محتاجه اعمله. كنت دايما بقول ولادي وبس، ونسيت ان ولادي في ايدك انت يا رب مش في ايدي انا. كنت دايما بحمل هموم مش بتاعتي، لكن في الاخر هنا في محطه الابديه انت وريتني ان مهما عملت من غيرك ماليش قيمه. شكرا ليك يا رب انك اديتني فرصه جديده، فرصه ابدا حياتي معاك من الاول. سامحني يا يسوع، سامحني. أنا كنت فاكرة إن الحياة كلها كلام وأخبار وأعرف أسرار الناس ومشاكلهم، ونسيت مشكلتي أنا، نسيت أركز في نفسي، نسيت أركز في حياتي. كنت افضل اقول بعدين اقرب منك يا رب، بعدين اشوف نفسي واشوف مشاكلي. بس يا رب انا اكتشفت ان كلمه بعدين دي مش مضمونه، وان الحياه قطر وبيعدي. بس انت يا رب النهارده اديتنا فرصه جديده ولازم استغلها من تاني. انا اسفه يا رب، اسفه على كل مره ضيعتها في مشاكل الناس ونسيت اضيعها في وقتك انت واركز فيك انت يا رب. وانا يا رب كنت فاكر ان الفرص في الحياه هي الاهم، الفرصه في الشغل والفرصه في البيت والفرصه في انشغالي بحاجات كتير قوي يا رب، وكنت ناسي يا رب اعظم فرصه معاك انت يا رب الاله العظيم، اله الفرصه الثانيه يا رب. مهما نغلط ومهما نروح ومهما الدنيا تاخدنا، بس انت يا رب قلبك حنين، بتسامحنا بسرعه يا رب وبتعطف علينا دايما. احنا يا رب ملناش غيرك، مهما العالم ياخدنا ملناش غيرك يا رب. فانا جايلك النهارده يا رب بقول لك سامحني على كل غلطاتي وسهواتي، سامحني على اللي فات يا رب. انا جاي النهارده ابدا معاك فرصه جديده يا رب، فرجوك يا حبيبي سامحني يا رب، سامحني يا رب. انت الدم يموت على الصليب علشان اديهم. مش بالالقاب، الحياه زي القطار، كل محطه بتنزل فيها بتجرب من الابديه، مش بالالقاب ولا بالمناصب ولا باللي بتعمل في الدنيا. اهم حاجه حياتك تكون حلوه مع ربنا. وانا بقول لكم ها نفسي واقف على الباب اقرع، فتح لي احد ادخل اتعشى معه وهو معي. تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. محطة الأبدية نتمنى إن احنا نكون وصلنا رسالة ليكم. كل سنة وأنتم طيبين، واحنا بنشكرهم جدا على تعبهم والتعب الكبير لمس مريم أشرف على السيناريو والحوار. سقفة حلوة لمريم، وتعبتنا في الموسيقى وكل حاجة وتظبيطات مارينا أشرف أختها. وشكرا لكل الناس الحلوة اللي تعبت معانا، وبشكر بالأخص بصراحة الأستاذ مينا حبيب. بجد كان في حد تاني هيعمل الدور مكانه واعتذر على اخر امبارح بس وهو قدر يحفظ. انا بشكره جدا وتحيه كبيره ليهم كلهم. دكتور مجدي اصلا هو السبب وهو اللي تعب وهو اللي طلع الشغل ده. شكرا يا دكتور.